الله أكبر، الله أكبر. كلما بدت أنوارها وكلما طاف الأنام حولها وكبر. الله أكبر. كلما تسابقت القلوب لمشارق مطلعها وكلما ذرفت الأعين تعظيما ومهابة للبيت الموقر. منذ كساها الديباج للمرة الأولى والشعوب تترافد على إكساء الكعبة المشرفة على مر العصور، إلى أن من الله على هذه البلاد بخدمة بيته وتعظيم شعيرته لتتولى شرف هذه المهمة، شرف صناعة كسوة الكعبة المشرفة، لتقدم لنا البقاع المباركة في كل عام كسوة مكية الصنع والمنشأ. يعمل على صناعتها 154 فردا ما بين صانع وحرفي وإداري من منتسبي الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين. وفي كل عام تتوجه الأنظار للأول من شهر محرم بأفئدة تسابق الخطى وأنفاس تتهافت لأول نظرة لقطعة نفيسة ولحظة مبجلة. موكب مهيب ومشهد يحدث في العام مرة. تسير فيه الفرق المختصة بتغيير الكسوة في صفوف متناظرة، حاملين كسوة صنعت بنسيج من حرير، زخرفت بالآيات والأسماء الحسنى، وطرزت بخيوط من الفضة الخالصة، وأخرى مطلية بماء الذهب، متجهين بها نحو البيت العتيق لتبدأ مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة بين أفواج مترقبة وحفاوة تفيض من كل بقعة في المسجد الحرام إجلالا وتعظيما. ترفع الكسوة الجديدة ومع شد أحبالها من أعلى البيت المعمور تشد القلوب فرحا ومهابة لتنسدل أجزاء الكسوة على جميع الجهات، معلنة اكتساء الكعبة المشرفة لحلتها الزاهية. وأمام أعين الناظرين تحاك الأركان ويتزين البيت بالمذهبات، ولتكتمل المراسم وتعلن الكسوة عن استقرارها على البيت العتيق لعام كامل. تعلق القطعة الأنفس والأكثر زينة ووزنا، ستارة باب الكعبة، مسكا للختام وإعلانا للتمام، لتشهد الحلة الأبهى والقطعة الأجمل منذ لحظتها الأولى على الكعبة المشرفة تلاوات المصلين وأدعية الساجدين.